لو هنتكلم عن التاريخ يبقى اكيد هنذكر اسم محمد السريع، وهو علم من اعلام حوش شرقاوي بل بالضرب الاحمر كلها. وهو برضو اول واحد اخترع سندوتش السكالانس من 40 سنه من دكانه بسيطه وصغيره، قدر يطلع لنا عظمه. انت اكيد رايح عند الحاج محمد السريع، تعالى انت هنا عند محمد السريع عمليات يا ريس. وعم محمد السريع اسم على مسمى، لان السندوتشات عنده ما بتاخدش اكتر من ثانيه. وعن الفنان عدويه وحسن الاسمر كانوا بياكلوا عنده زمان وما زال لحد دلوقتي. شويه تريكات وشويه حاجات بسيطه قدر يعمل لنا سندوتش السكالانس ده، غير ان عنده الحاجه يوميا بتبقى طازه، ويطبخ كل حاجه قدامك من اول الكبده لحد كوز البسطرمه. وعن السندوتش اللي خطف حرفيا قلب كله، شويه كبده فراخ مع شويه قوانص مع شويه فلفل اخضر في نص رغيف. وده غير بقى اختراع ميكسات البرجر على كيف، يعني 3 شرايح جبنه رومي على بيضايه، علبه ميكسات البرجر مع شويه سوسيس والتوابل الخاصه من عم محمد السريع، بينقلوك في حته تانيه. وعن رغيف الفينو اللي طوله نص متر، واللي بيتعمل له يوميا طازه في طازه. وده غير سندوتشات البانيه البلدي اللي معموله بنكهه بيتي، ده حتى سلطه السندوتشات بتتعمل لك وانت واقف، شويه الطماطم مع شويه الخيار والبصل مع توابل السلطه مع رشتين خل. انا على طول باكل من عند عم محمد السريع بقالي سنتين، وما شاء الله اكله 100 100 والله ونضيف. وعن حلاوه الرغيف الفينو المصري الاصيل اللي كنا زمان بنسقيه في الشاي بلبن. وعن ما شاء الله القشطه البلدي بتاعت زمان. وعن حب الناس واهل المنطقه ليهم وحلاوه السندوتش اللي بيقدموه. اولاد السريع بيجوا في السريع. هنا عند عم محمد السريع بناكل بقالنا بتاع 20 سنه. عنده بيض بالبسطرمه حاجه خرافه، وعنده كبده فراخ. حرفيا من كتر حلاوه السندوتشات بتبقى عايز تاكل 10 11. اشتغل قبل كده في التجاره، بعد كده ربنا كرمني سبتها واشتغلت الشغلانه ديت بقالي دلوقتي 38 سنه. المحل دوت واقف هنا قدام هنا الفاترينا. وعن عمر المحل في المنطقه 1985. يا نهار ابيض، يعني دوت اقدم من الناس اياهم. صح كده؟ دي اللي انا بعمله هنا كبده بالرومي وقشطه بالرومي، وعندي سويس ميكس بيض وجبنه. على فكره انا دوت القشطه بالرومي ده انا وداني في حته تانية. اما البلد ده جديد عندي ده. حصل. محمد السريع عملنا ملك. وعنوانه ما يتوهش، انزل الضرب الاحمر في حوش شرقاوي قدام اولاد الفيومي وعم حسين بتاع الفول. اسال بس عن دكانه محمد السريع والف من يدل. وعن سندوتش الاختراع عنده بقى قشطه بالجبنه الرومي، لان هذا السندوتش يوديك البحر ويرجعك تاني عند محمد السريع. وعن سندوتش السكالانس اللي محتاج لك منه قطمه كل يوم، ومن كتر الزحمه ما شاء الله الاوردر عنده ما بياخدش دقيقه. يا جماعه اول واحد عمل السكالانس هنا عم محمد السريع، الله يبارك له ويصلح حاله ويديله الصحه. السندوتشات عنده بقى بولوبيف بالبيض وفراخ بانيه بالبيض بلدي وتونه وشاورما فراخ وبسطرمه بالبيض وبسطرمه عاديه وجبنه نستو وجبنه كيري نستو وكيري مربى ونوتيلا حلاوه عسل، يعني هتدلع الكرش دلع. وتركن على جنب وتخش بقى على المكرونه البشاميل اللي بيعملها يوميا وبيقدمها بشويه الكبده، واللي حرفيا مش هتاكل غيرها في حته تانيه. احلى سندوتشات تلاقيها هنا عند اولاد السريع والحاج محمد السريع، والناس دي يعني احلى جيره واحلى صحبه واحلى سندوتش تاكله من عندهم. وديك عرفت اول لما الجوع يقرصك هتروح فين على طول، لان عم محمد السريع شغال 24 ساعه.